السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اسهل وصفه ممكن تحضروها العشيه او الفطور ديال الصباح. حريشات بالزيتون والزعتر كيجيو رائعين، كيجيو هشاشين، كيدوبوا في الفم، اقتصاديين بمكونات بسيطه بزاف، بدون حليب وبدون بيض. كنصاوب واحد الكميه كثيره ديال الحريشات وكيجيو ناجحين 100%. فكنتمنى ان شاء الله تشوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. دائما عجبتكم الوصفه ما تنساوش لايكات الفيديو، اشترك في القناه، فعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد ديالي. غادي نبداو ان شاء الله بالطريقه ديال التحضير. المكونات اللي كنحتاجو في هاد الحريشات هادو، عندي هنايا نص كيلو ديال السميده الرقيقه خاصه بالحرشه اللي كنصاوب بها الحرشه. عندي هنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، نص معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، وواحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات. هنا كنخلطوا هاد النواشف مزيان، ومن بعد كنزيدوا نص كاس ديال الزيت. انا عندي نص كاس ديال الزيت. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. صافي هنايا غادي نحاول نخلط هاد المكونات مزيان حتى كتلبس ديك السميده ديك الزيت مع الزبده كامله. صافي هنا بغيتو تخليو الحريشات عاديين، ممكن تضيفوا الماء في هذه المرحله. بغيتو تنسموهم بالمنسمات، هنايا درت معلقه كبيره ديال الزعتر كما كتشوفوا. كنخلط مزيان، وبعد ما كنخلط داك الزعتر مزيان مع الخليط كنضيف الزيتون كحل اللي كنحيد ليه العظم وكنقطعو على هذا الشكل، كنقطعو رقيق. فالزيتون دائما كنخليه حتى الاخير باش كيبقى يعني ما كيبقاش يطلق ليا ديك الكحوليه في الحريشات. صافي هنايا بعد ما كنخلط مزيان كنزيد الماء عند هذا الخليط، كنجمعو بالماء. درت كاس الاول وعمرت كاس الثاني، كنبقى نضيفو شويه بشويه. وهنا دائما الماء كيبقى على حساب الخليط. كاين السميده اللي كتشرب دغيا، وكاين السميده اللي ما كتشربش بزاف. هنايا داك الكاس الثاني ديال الماء كنبقى نضيفو شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي ما كيكونش قاصح اللي غادي تشوفوا معايا. يعني دائما الخليط ديال الحرشه خصنا نخليوه شويه جاري باش الحريشات ديالنا يكونوا ناجحين 100%. فاش كنطيبوهم ما كيتفرتوش. فهنا بعد ما كنضيف داك الماء كامل، انا تقريبا راه درت 2 كيسان كاملين. صافي هنايا كيكون الخليط على هذا الشكل هذا. كنخليه يعني يتشرب غير واحد شويه، غير بما نوجد السميده اللي غادي نفند فيها الحريشات. عندي هنايا واحد الكميه قليله ديال السميده، درت ليها شويه ديال الزيت، وعندي هاد الغلاقه ديال القرعه ديال الشوكولات. كيف العاده دائما كنحضرهم بهاد الغلاقه هذه. كيجيو الحريشات مقادين وكيجيو يعني كياخذوا العبر واحد، وكيجيو زوينين حتى في المنظر. كيجيو كلهم مقادين وكيجيو ساهلين حتى في التحضير، يعني دغيا دغيا كنوجدوا هاد الحريشات هادو. صافي هنايا كناخذوا واحد الكميه ديال الخليط ديال الحريشات، كنفندو مزيان في ديك السميده وكنديروا في هاد الغلاقه هذه. كنبقى كنقادو مزيان، كنضغط عليه حتى كنحصلوا على هاد الحريشه هذه اللي كتكون دايره كتجي مقاده مزيان. صافي هنا كنحيدوها بكل سهوله، كنحطوها في شي بلاطو. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنشكلوهم كاملين، عاد كنبداو نطيبوا فيهم.
وهنايا بعد ما كنكونوا قربنا نشكلوا الحروشات ديالنا كاملين، كنديروا المقله ديالنا تسخن. فكنديروا هاد المقله اللي كتكون ثقيله اللي كنطيبوا فيها المسمن والحرشه، كنخليوها حتى كتسخن مزيان. ودائما العافيه كتكون مهيله، ما تكونش مجهده مزيان، باش الحرشات ديالنا كيطيبوا على خاطرهم، يعني كيكونوا طيبين من برا حتى من الداخل. هنا كندير الكميه كثيره ديال الحريشات، فاللي عندها هاد المقله هذه راه كتكون احسن، واللي ما عندهاش كدير المقله العاديه اللي عندكم، كديروا فيها 2 ولا 3. غير هذه كتسربي دغيا، كنطيبوهم في خطره واحده صافي. هنايا كنخليو هكا الحريشات ديالنا حتى كيتحمروا من التحت، وكنبقاو نقلبوهم حتى كياخذوا واحد اللون اللي كيكون يعني محمرين وطيبين مزيان. عاد كنحيدوهم. وهنا كيف ما كتشوفوا راه الحريشات ديالنا بداو كيتحمروا، كنبقاو نقلبوهم. ودائما هذوك اللي كنديرهم في وسط المقله كنحسوهم هكا للجناب، وكنجيبوا هذوك الوسط دائما كنبقاو هكا نقلبوهم حتى كياخذوا اللون واحد، وكيكونوا محمرين مزيان وطيبين. فهاد الطريقه اللي شاركت معكم راه كيجيو الحريشات يعني ما كيتفرتوش كيف ما كتشوفوا، واخا نبقاو هكا نقلبوا فيهم ما كيتهرسوش ما كيتقسموش ما حتى حاجه، كيجيو ناجحين 100%، وكيجيو بنانين بزاف بديك الزعتر اللي درنا عليهم وحتى الزيتون، وكيجيو من اسهل ما يكون، اقتصاديين ما فيهمش بزاف ديال المكونات. وهادو هما اسهل حاجه اللي ممكن نحضروها في 10 ديال الدقائق، ما كياخذوش الوقت نهائيا، وكيجيو سهلين بزاف في التحضير. فهنايا كيف ما كتشوفوا راه الحريشات ديالي طيبين. صافي هنايا بعد ما طابت ليا الكميه الاولى ديال الحريشات، غادي نحيدهم وغادي نمسح المقله بديك من ديك السميده الرقيقه اللي كتكون يعني محروقه كيف ما كتشوفوا. كنحيدها من المقله مزيان. عاد كنديروا الكميه الثانيه اللي بقات ليا. صافي هنا بعد ما مسحت المقله ديالي اللي ضروري نحيدو دوك الزوائد ديال السميده، وكنديروا الكميه الثانيه اللي بقات ليا وكنطيبوها بنفس الطريقه. وهنا بعد ما طيبت الحريشات كاملين يعني كيخرجوا ليا هاد الكميه هذه، راه بالضبط 22 حبه اللي خرجت ليا نص كيلو ديال السميده. وكيجيو واحد الحريشات اللي زوينين بزاف كيستحقوا التجربه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه هذه، راه اكيد غادي يعجبكم.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ينالوا اعجاب ديالكم وتجربوهم. فهنايا كنديروهم في الطوسيط ديال التقديم، يعني كتقدموهم بالطريقه اللي بغيتو. وهنا بغيتو تزيدوا ليهم يعني تدهنوهم بالفرماج، راه كيتواتى معاهم بزاف الفرماج مع شي براد ديال لاتاي، وكيجي واحد يعني الحريشات اللي كيكونوا زوينين بزاف، كيستحقوا التجربه. وهذه هي الوصفه اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. دائما ما تنساونيش لايكات الفيديو، اشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد ديالي. هنا غادي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.